تخيلوا معايا هاد الثروه عطات للسعديين القوه، جمعوا السلاح وحرروا مراكش، ومن بعد مشاو بعيد لتومبوكتو لاعماق الصحراء. السكر كان كيمشي في القوافل لمرسى موكادور اللي هي الصويره، وسانتا كروز اللي هي اكادير، ومن تما السفن الاوروبيه كانت كتجي تشري. بريطانيا، فرنسا، هولندا، البرتغال، كلشي كيجي، كلشي باغي السكر ديال السعديين. ولكن الثمن ماشي غير الذهب، كان العرق، كانت الدموع، وكان العذاب. هاد السكر كان كيعجب الاوروبيين حيت المذاق ديالو غني، ولكن عند العمال ما كان عنده حتى نكهه او مذاق، او بالاحرى كان مذاقه مر بالمعاناه. هاد الثروه عطات للسعديين القوه، بيها جمعوا السلاح وحرروا مراكش، ومن بعد مشاو بعيد لتومبوكتو لاعماق الصحراء. ولكن كما علمونا قصص التاريخ، كل شيء اللي كيبدا كيمشي. في 1598 طاعون ضرب، الناس ماتوا والمعامل توقفت. في 1603 مات المنصور والبلاد غرقت في الحرب، المعامل تسرقات، تهدمات، وناس عاد تفرقوا، وبقات الأنقاض شاهدة على هذا العالم. الوقت كيدوز والناس بداو كينساو، وحتى المؤرخين نساو، ودازو قرون حتى بمحض الصدفه شي مستكشفين لقاو هاد البنايات وهاد الحيوطه وسط شي ضيعات فلاحيه بطريقه عشوائيه بمحض الصدفه. وهاد الحيوطه ماشي ديال شي قلعه ولا ديال شي قصر، هاد الحيوطه ديال مصانع. وديالاش هاد المصانع ديال السكر؟ شكون تخيلها؟ دابا هادوما هما اللي كانوا كيديروا بهم القلب. منين بدا القلب ديال السكر بدا بهادو، ودابا هادو كاينين هنايا. تخيل معايا دابا غير كنوط عليهم انايا 500 عام اللي عندهم. عشان 500 عام اللي عندهم هما كاينين هنايا. غادي شكلت شي حاجه بحال هكا في يديك. لا بزاف يشوفوها الفخار مهرس هكا، ولكن بس زعما تقول في راسك 500 عام اللي عنده. ما عرفتش دابا، ما كرهت تكون كانت واحد بحال قلتي واحد المحميه هنايا، واحد البلاصه فيها اللافتات اللي كيعرفوا بهاد البلاصه. حيت فريمون فاش كنا جايين هنايا كيتسحبنا بلي راه لقاو شي، على الاقل لقاو شي هساس، لقاو شي واحد يقولنا ممنوع تصوروا، ولكن لقينا هنا جينا الخلا ما كاين حتى واحد. حشمت نوط على هادو، والله الا حشمت نوط عليهم. اجي نجيبو الدور نمشي تما بعدا، على الاقل ما بغيتش نتمس عليهم، انا ما عطاتنيش خاطري.